السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايحين نقدموا مع بعض اللحم في الكيكوت، يجي محمر ما شاء الله مع بطاطا. هيا مع بعض نشوفوا المكونات. عندنا لهنايا توابل يكونوا عندكم. هنا توابل مخلطة، عندي لهنايا كمون، ولهنايا زنجبيل كما نقولوا سكنجبير، عندنا لهنايا كركم وشوية ملح، عندنا توم وعندنا طماطم، وعندنا لهنايا اكليل الجبل. ولهنا عندنا البطاطا هذه قصوها هكا دواور، عندنا كاس ماء، وعندنا اللحم تاعنا هذا هنا تاعي هذا تاع الشطوب، وعندنا لهنايا الطماطم، وعندنا البصل نقطعوه هكا، وعندنا توم نقطعوه هكا. هيا نحضروا مع بعض تتبيله تاع اللحم. عندنا توابل تاعنا هذا نخلطوها هكا مع بعض. البنات باش نقول لكم نحطوا نص مغرف زبده على خاطر اللحم تاعنا شويه فيه الشحنه. عندنا هذه حطيت الطرف هذا تاع الزبده، نحاولوا ندخلوه مع التوابل تاعنا ومع الطماطم والبصل، خلطوا مليح. من بعد ما خلطنا ودخلنا الزبده تاعنا هكا في الخليط هذه في التتبيله تاعنا تاع اللحم، عندنا لهنا كيكوت، عندنا الكيكوت تاعي هنا شويه كبيره. نحكموا اللحمه تاعنا، نحاولوا ندخلوا فيها تتبيله مليح حتى نفضوا. من بعد ما تبلنا اللحم تاعنا وخليناه ربع ساعه حتى تدخل فيه التتبيله، وتقدري تخليه نص ساعه تاني. ونحط الكاسه تاع الماء ونوليو نحطوا اللحم تاعنا. من بعد ما حطيناه في الكيكوت نقفلوا عليها ونديوها نحطوها ونقلوا لها النار خفيفه خلاص. من بعد ما حطينا اللحم تاعنا يطيب على نار خفيفه، نجيو للبطاطا نزيدو نتبلوا البطاطا تاعنا. خليوها في التتبيله بها نحطوها مع البصل. هنا حطينا البطاطا والثوم والبصل تاعنا والطماطم، نتبلوهم حتى هما ونخليوهم حتى يطيب اللحم تاعنا. هنا خلينا البطاطا تاعنا تتنسم كما تشوفوا، حطيت معها ورقه رند، وهنايا عندي عود زعيتريه، كاش ناس كاينين يقولوها زعيتره، حنا نقولوا لها زعيتريه. من بعد كي يعود اللحم نص طياب نلوح البطاطا تاعي مع نسمها بهذا العويدات نتاع الزعيتريه وورقه تاع الرند. ونسيت ما قلت لكمش البطاطا زدت لها عفوا زدت لها فلفل حار، كل واحد ندوق نتاعو. من بعد نتلاقاو ان شاء الله. هنا كما تشوفوا راني نحيت اللحمات بجيه باش نحط البطاطا تاعي على لاصوص، نحطها هنايا في الكيكوط. نحيت اللحمات نتاعي، هذه لاصوص هذه راح نحط فيها دوك البطاطا تاعي المتبله اللي كنت تبلتها بكري. هذه هنا كما تشوفوا راني حطيت البطاطا تاعي المتبله في الكيكوط. دوك نعاود نرجع اللحمات، نحطوا عاودوا اللحمات هنا ما عليهمش بداو يتحمروا شويه، نحطهم ونعاود نغلق عليها ونحطها على نار خفيفه ان شاء الله يبارك ما شاء الله. هيا نغلق الكيكوط وعليها نحطها على نار خفيفه كما كانت على الاول، ونتلاقاو من بعد ما تطيب ان شاء الله. ولا هنا من بعد ما وجد، شوفوا الله يبارك كيفاه جا، الله يبارك طيب زبده يبارك طيب ما شاء الله، يعني جا روعه يطيب بالخف. هنا هاي البطاطا تاني وجدت وشهيتكم في الجنه، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ونال لي رضاك.
نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وشهيتكم في الجنه خوتي. وش راح نقول لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ونقول لكم بالصحه والراحه، وما تنسونيش ان شاء الله بالجيم ان شاء الله، والتعليق ان شاء الله ما تبخلونيش.